منتخب مصر يتعادل مع منتخب بلجيكا 1-1 في بداية مشواره في كأس العالم. كل لعيبة مصر تقريبا عملت اللي عليها وزيادة وعملوا ماتش كبير جدا على منتخب بلجيكا. منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن بدأ بتشكيلة تقريبا 4-2-3-1. في حراسة المرمى كان مصطفى شوبير، قدامه 4 محمد هاني وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأحمد فتوح، 2 ارتكاز مروان عطية ومهند لاشين، و3 قدامهم مصطفى زيكو ومحمد صلاح وإمام عاشور ومهاجم وحيد واللي كان عمر مرموش. وهنبدأ بمصطفى شوبير، والحقيقة عمل ماتش هايل جدا وأثبت إن ثقة حسام حسن كانت في محلها. عمل اكتر من تصدي مهم في الماتش، واكيد كان ليه دور كبير جدا في النتيجه الايجابيه اللي طلعنا بيها في الاخر. بعد كده نخش على محمد هاني ونحط الجون اللي جابه في نفسه كده على جنب. محمد هاني عامل ماتش حلو قوي قوي سواء على دوكو او على تروسرد، لدرجه ان في الشوط الاول دوكو كان بادئ على الشمال، ولما ما عرفش يعدي من محمد هاني ويعمل الخطوره اللي كان بيعملها رودي جارسيا مدرب بلجيكا نقله على اليمين وجاب تروسرد مكانه على الشمال. وده بيبين قد ايه محمد هاني كان عامل ماتش دفاعي جامد جدا، وكمان في المساهمات الهجوميه الراجل كان كويس، بس طبعا ما شفناش دوره الهجومي قوي لانه كان اغلب الوقت بيركز على الادوار الدفاعيه. برافو الصراحه محمد هاني، ويا ريت يكمل على المستوى ده، وفاجئنا جدا الصراحه. بعد كده نخش على الباك الشمال واللي كان النهارده احمد فتوح، وبرده عمل ماتش كبير جدا. ما شفناهوش هجوميا قوي لان اصلا باكات مصر كنا بنلعب دفاعي اكتر، فما كانوش بيظهروا في الشكل الهجومي قوي، بس احمد فتوح برده عمل ماتش دفاعي حلو قوي. ونخش على قلبين الدفاع واللي كانوا حمدي فتحي وياسر ابراهيم. وكان انا كنت الصراحه شايف ان لو هنلعب بقلبين دفاعي يبقى ياسر ابراهيم مثلا ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي يدخل هو في نص الملعب، ولو هنلعب بخمسه يعني 3 قلوب دفاع ورا ماشي ينزل حمدي فتحي معاهم. بس العميد قرر ان هو يلعب بحمدي فتحي وياسر ابراهيم وهو بيلعب ب4 دفاع عادي جدا، والاثنين عملوا ماتش هايل وكبير. ونخش على خط النص وكان بيلعب ب2 ارتكاز مروان عطيه ومهند لاشين. ونبدا بمهند لاشين. مهند لاشين النهارده تفوق على نفسه وعمل ماتش هايل جدا على منتخب بلجيكا. مهند لاشين كان عنده غلطه ادت لهدف في ماتش البرازيل الودي، بس النهارده كان ثابت جدا وتعلم من اخطائه وعمل ماتش كبير الصراحه ويستحق الاشاده. اما مروان عطيه فكالعاده برضو عامل ماتش كبير، كان في عنف في بعض اللقطات، بس اي فريق واي منتخب بشكل عام بيحتاج اللعيب ده اللي هو يقدر يكسر الريتم كده واحده. خش بقى الثلاثه اللي قدام. اولهم كان مصطفى زيكو وعمل ماتش كويس، اي نعم ما سجلش بس عمل خطوره، شاط كره حلوه على كورتوا بس قدر يصدها. وعجبني في مصطفى زيكو شجاعته وجرأته انه دايما بيحب يجرب ويشوط حتى لو مش هتيجي جون. ونخش بقى على احسن 2 في الماتش بالنسبه لي، محمد صلاح وامام عاشور. محمد صلاح النهارده ما كناش بنشوفه على الطرف كتير قوي، وهو حسام حسن بدا يوظفه شويه زي ميسي كده، ما بقاش جناح يمين، لا بقى يعتبر صانع العاب وهو اللي بيتحكم في الريتم الهجومي بشكل عام. محمد صلاح النهارده عمل اسيست جميل لامام عاشور، وكمان عمل اكتر من فرصه، شاط كره كده بدماغه اول مره اشوفه الصراحه بيشوط واحده بالهيد كانت هتيجي جون. ونيجي لافضل لاعب في الماتش امام عاشور. امام عاشور النهارده هنتكلم على الجون، فالجون جميل جدا جدا، تسديده صاروخيه وحاجه يعني من اجمل اهداف لكاس العالم لحد دلوقتي ان لم يكن هو اجمل هدف. امام عاشور كمان ده غير مهارته وموهبته وقوته الهجوميه، فهو كمان النهارده دفاعيا كان 10 على 10. حسام حسن قدر يوظفه بشكل كويس قوي في الدفاع، بقى يرجع يدافع بقى كانه باك شمال اصلا، وشفنا منه التزام وانضباط في الماتش، يعني يستحق بجداره جايزه افضل لاعب في الماتش. ونيجي بقى لمرموش، والصراحه النهارده كان اقل من المتوقع. عمر مرموش يعني كان في انانيه زايده شويه عنده، متفهم فكره ان هو ما بيلعبش كتير مع مانشستر سيتي الموسم ده، فعايز يثبت نفسه تاني سواء للمدرب الجديد للسيتي او حتى كانديه، يعني لو هينتقل لنادي جديد في الصيف. بس الصراحه اوفر شويه، يعني في لحظات لازم انك تطلع الكره من رجليك وتبصيها لحد في مكان احسن منك. ونخش بقى على اداره حسام حسن للماتش، والصراحه كبدايه للماتش والخطه اللي لعبنا بيها كانت كويسه جدا. الطريقه اللي لعبنا بيها في الماتش ان احنا كنا بندافع، دفاعنا كان منظم، وفي نفس الوقت هجومنا برده كان كويس، وكنا بنهاجم، يعني ما كناش بندافع 90 دقيقه، لا يعني احنا كنا بنهاجم وكنا ند بلجيكا طول الماتش على فكره. بس في التبديلات العميد الصراحه ما عجبنيش خالص. نبدا باول تبديل واللي كان تبديله رامي ربيعه بامام عاشور، والصراحه ما عجبتنيش خالص التبديله دي. يعني لو احنا كنا هندافع وننزل رامي ربيعه فكان الاولى مثلا ننزله مكان مرموش، بس نبدل رامي ربيعه باحسن لعيب في الماتش اللي هو امام عاشور. الصراحه ما
حسيتش ان التبديل ده صح خالص. بعد كده خرج مصطفى زيكو ونزل زيزو. الصراحه مصطفى زيكو ماشي، كان تعب وماشي يخرج عادي، بس الصراحه كنت شايف ان هو ممكن ينزل هيثم حسن احسن، بحيث ان يبقى عندك كده لعيب سريع على الجنب اليمين يقدر يعمل لك خطوره مثلا في المرتدات كده، تلعب عليه الكور الطويله. وعمل كمان تبديله حمزه عبد الكريم مكان محمد صلاح، ودي برده ما عجبتنيش. يعني صلاح كان تاني احسن لعيب في الملعب بعد امام عاشور، وصلاح يمكن حتى لو ما بيسجلش اهداف او حتى لو ما بيصنعش، هو اللي بيتحكم في الريتم الهجومي بشكل عام، هو اللي بيدي فرص وبيدي وساط وبتاع. فالصراحه صلاح ما ينفعش يخرج تاني يعني من الملعب. نزولة حمزة عبد الكريم ينزل، وكان تبديل جريء الصراحه من حسام حسن، بس لازم بقى يبقى فيه اللعيب اللي يقدر يلعب العرضيه لحمزة عبد الكريم، لان دي اصلا هي نقطه قوته، ان هو يتلعب عليه عرضيات وهو يسجل بدماغه. وبعد كده في اخر دقيقتين نزل كريم حافظ مكان احمد فتوح، وتقريبا احمد فتوح كان ارهق في اخر الماتش فنزل كريم حافظ وفي الاخر نزل ابراهيم عادل ومكان حمدي فتحي، وده كان طبعا تبديل هجومي. بس الصراحه ابراهيم عادل مش عاجبني مستواه اخر فتره، برضو فكره زي مرموش كده اناني شويه، عايز برضو يثبت نفسه، وهو لعيب صغير ولسه عنده وقت كتير يتطور، فما فيش مشكله. بس اعتقد ان كان مثلا ينزل مكانه هيثم حسن زي ما قلنا، او مثلا تريزيجيه. برضو كان في نقطة مهمة في الماتش وهي الحكم ولقطة زيزو اللي في الآخر. طبعا في شك كبير ان هي ضربة جزاء، هي فيها فاول طبعا، واللعيب اللي عمل الفاول ده كان معاه انذار وهو في ماسكه وكده، فاعتقد انه الصراحة كان المفروض ياخد انذار تاني ويطرد. بس هي من بره منطقة الجزاء، فهي مفروض فاول مش ضربة جزاء، بس فيها خطأ. طبعا فيها خطأ، والحكم الصراحة ظلمنا في اللقطة دي. بس في النهايه الحمد لله طبعا نتيجه مرضيه جدا 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 لينا، لعبنا كويس، لعبنا باداء مشرف، وان شاء الله نكمل بنفس الاداء ده في الماتشات الجايه. عندنا ماتش نيوزيلندا الماتش الجاي، بعد كده ماتش ايران في نهايه عندنا ماتش نيوزيلندا الماتش الجاي، وبعد كده ايران في اخر ماتش في المجموعه خالص. ان شاء الله نحسم تاهلنا الماتش الجاي قدام نيوزيلندا. فبرافو الصراحه اللعيبه، يعني تحيه لكل لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني طبعا بقياده التوأم حسام حسن وابراهيم حسن، وكل اللعيبه لعبوا كويس وشرفونا ولعبوا باداء كبير جدا، ويستحقوا كمان الفوز، ما استحقوش بس التعادل. وبس كده، كان معاكم عمار، وده كان كلامي عن ماتش مصر وبلجيكا، وان شاء الله استنوني في حلقات جايه كتير، وسلام.